السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام. اليوم معنا درس الثاني ربما أو الثالث من سلسلة دروس الفوتوشوب. الدرس القادم كان درس عن البيع والشراء وكيفية التعامل مع الزبائن. الدرس الثالث قررت أن نقوم بصنع ستايلات. هذه الستايلات الموجودة على هذا الجانب كيف ستقوم بصناعتها أو إنشائها. اخترت قطعة من الخط. أقوم أولا سأقوم بشرح الخلفية. يمكنك تغيير الخلفية بهذا الشكل أو تركها مقفلة. أنا أتركها مقفلة من أجل جودة الصورة. عفوا. وأضفت كذلك باك جراوند في هذا الشكل ولاير لاير خط لهذا القسم. لتحكم أفضل بستايل للنص أو للخط سأقوم أولا بكتابتها على شكل خط. أقوم بالضغط على كنترول ثم جي لمضاعفة هذا، وأقوم بإخفاء أحد الخطوط. الخط الأول سأتعامل مع ستايلات بوضع الخط ثم بوضع صورة في الستايلات. على بركة الله. لتحويل الصورة إلى الخط أضغط على الصورة هنا، أو يمكنني النزول أو يمكنني النزول إلى هنا، إلى هذا FX. أوكي، سأجرب الضغط على هذا الشكل لأنه خط. سأجل إلى FX. أختار بلودينج أوبشن. هناك ستايلات افتراضية. الستايلات الافتراضية سأقوم بعمل زوم. هناك الستايلات الافتراضية إذا ضغطت على هذا الشكل على ستايل سيظهر لي بعض الستايلات الافتراضية. إذا ضغطت على إحدى هذه الستايلات سيتم التطبيق مباشرة على الفورم. أزيل الستايلات بهذا الشكل. أضغط هنا على بيفلين بوس بهذا الشكل. سأقوم بهذا الشكل. بيفل انبوس للضغط عليها يمكن تغيير عدة الخيارات، منها أودر ايفيل وإمبوس وغيرها من الأمور. تحديد القياسات إلى آخره. اتجاه بيفل انبوس، هل كان إلى الشمال أم إلى اليمين حسب التغيير الذي أريده. الحدة التي أريدها والستايل الحدة الذي أريده. هنا أيضا الكانتور أضغط عليها. يمكنني إضافة الكانتور إليها أو إزالته، والتكستور كذلك يمكن إضافة إحدى التكستور. ستلاحظ أخي العزيز في الصورة تغيير التكستر الخاص بها. ليس هدفنا هو تغيير التكستر أو الكانتور، فقط البيفلين بوس. وسأضيف إلى هنا ستروك معين. هذا الستروك سأعطيه 1 بيكسل بهذا الشكل. outside وليس inside وليس center. outside في الخارج، inside داخلي، center نصف الخارج والنصف إلى الداخل بهذا الشكل. هنا تختار جراديان يعني تدرج للألوان. باترن تختار إحدى الباترن المتواجدين هنا. سنختار كولور ونختار ربما لنقل على سبيل المثال الأخضر على هذا الشكل. وسنقول نزيل بلاند مود أي من العادي إلى سوفت لايت ليكون هادئ جدا. هنا inner shadow يعني داخلي، inner glow يعني داخلية، inner يعني inner. إن قلنا inner يعني سأقوم هنا. انظر إلى هذا الشكل. سأغير إلى الأبيض وأرفع من الأوباسيتي، من القوة، من الشدة. هذا سيعني الديستانس وهذا سيعني السايز إلى هذا الشكل. لن يظهر حاليا لأن اللون أسود. هنا النويز نسميه بالضجيج إلى هذا الشكل. إنر جلو كذلك. إنر جلو ستلاحظ أن الإنر جلو هذا إنر شادو يعني ظل داخلي. إنر جلو يعني توهج داخلي.
وأيضا ستين، لدينا ستين، ولدينا كولور اوفرلاي قليلا فيما استخدمها، والجارديان إدارة الجارديان بهذا الشكل، تدرج الألوان. وأيضا لدينا باترن اوفرلاي، إضافة أحد الباترن إلى الفورم والتحكم فيها بشدة، يعني شدة هذه الباترن والسكيل الخاص بها، يعني كيف تريد زوم لهذه الباترن. وأيضا هناك الأذر جلو، أذر جلو يعني خارجية، جلو خارجي. سأحرك السايز قليلا سألاحظ توهج خارجي، سأترك هذا التوهج. وهناك دراب شادو يعني ظلال، جميل جدا. حاليا أريد حفظ هذا ستايل، هذه الإعدادات التي وضعتها في هذا، أريد حفظ هذه الإعدادات حتى لا أقوم بهذه الأمور وهذه الخطوات مرة ثانية وثالثة ورابعة. أضغط على نيو ستايل وأكتب نوع ستايل، مثلا جلو اوتسايد بهذا الشكل، اوتسايد توج داخلي خارجي، وأضغط على حفظ. سأذهب إلى خانة ستايلات، سألاحظ تمت إضافة ستايل جديد بعنوان جلو اوتسايد بهذا الشكل. أضغط على أوكي لتطبيق الستايل، جميل جدا. في الخانة هنا سأعمل زوم، أضغط على هذا السهم لإخفاء الستايلات التي أضفتها. سأعطي جمالية لهذا الشكل الخاص بي، سأغير الفايل إلى 0%، ثم أعمل زوم. لاحظ أخي العزيز كيف أصبح هذا الستايل رائع شفاف، لكن خلال الفيلم فإنك تضع الخط على شكل شفاف أو الأوبجكت على شكل شفاف، لكن الستايلات وغيرها من الإفكتس تبقى فعالة بهذا الشكل. الآن أنتقل إلى الكوبي الخاص بها. سأضيف لاير من هنا، سأضع زوم حتى تظهر لكم أخوتي الأعزاء. create new layer، ستلاحظ أنه كتب لك create new layer. أضغط على كنترول ثم اللاير الذي أسفله هو صدق كوبي، واللاير 2. لا أترك الضغط على كنترول وأضغط على حرف E للدمج بين هذين اللاير العلوي واللاير السفلي. حسنا، بعد الدمج سأذهب مباشرة إلى اللاير الذي كان خط كتابي أصبح لاير صورة. هذا اللاير صورة يمكنني جعله، يمكن تغيير ستايل الخاص به. حاليا أريد أضغط على الزر الأيمن للفأرة وأقول مثلا Convert to Smart Object للحفاظ مثلا على الجودة الخاصة به، وأضغط على كنترول تي وتغيير الشكل كما أريد بدون أن أخسر الجودة الخاصة بهذه الصورة. أزيل سمارت أوبجكتس. هناك عدة طرق لإزالة سمارت أوبجكتس، أنا أفضل هذه الطريقة، وهي اختيار البروش والضغط عليها مباشرة سيقول لك تحويل هذا إلى أوبجكت عادي، ويمكن إعادة كرة مرات عديدة. سأقوم هنا اختار الفلاش وأقوم بإضافة ستايل إلى هذه. يمكنني الضغط على هذا الشكل وإخراج ستايل أو الضغط على FX. حاليا لا أريد أن أقوم بنفس الخطوات التي قمت بها والضغط على هذه وتغيير الRGB وتغيير إلى آخره. أريد أن أطبق الستايل السابق على هذا الكود. أضع بهذا الشكل. الستايل السابق لم نقم بحفظ تخفيف الشدة، سأضغط على هذا الشكل ويمكنني تغيير الشدة بهذا النوع.
لم يتغير شيء وجميل جدا. أردت حذف ستايل أو إضافته، أضغط فقط على هذا الشكل يمكن إزالته. other glow بهذا الشكل ستصار أخي الكريم. يمكنني إضافة other glow، inner shadow يعني ظلال داخلية، ستروك يمكنك إضافة ستروك إلى آخره. إخوتي الكرام، أتمنى إخوتي أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم وصنع ستايلات خاصة بكم بدلا من تحميلها من مواقع مجهولة وتعريض حواسيبكم لخطر كبير جدا. كما ترى أخي الكريم فصنع الستايلات سهل جدا. فقط تابع سلسلة تعلم الفوتوشوب الخاصة بنا، وإن شاء الله من مبتدئ إلى متمكن إلى محترف بإذن الله. في أمان الله.